السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. معكم مطبخ فاطم الزهراء. نصلي على النبي كيف العادة. عاد نبداو الفيديو اليوم ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاقتراح اللي غادي نتقاسم معكم اليوم غادي يكون هاد السندويشات او الفطائر. غادي نحضروهم بدون عجين، طريقة اللي هي غادي تكون ناجحة 100%. غادي يعجبوكم بزاف وساهلين وسريعين، دغيا كتحضروهم في وقت قصير، حشوة اللي كتجي لذيذة بزاف. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وكيف العادة فرجة ممتعة. بسم الله على بركة الله. اول حاجة غادي نبداو فيها هو التحضير ديالها، هي الحشوة. عندي هنايا صدر الدجاج. الكمية بالنسبة لصدر الدجاج غادي نستعمل على حسب الكمية ديال السندويشات اولا الفطائر اللي بغيتو نتوما. انا استعملت هنايا نصف صدر الدجاج كامل، قطعتها الى مربعات صغيرة، وغادي نضيف لها التوابل. ضفت الملح كتبقى حسب الرغبة وحسب الذوق، راس معلقة صغيرة ديال الفلفل الاسود اي الابزار. كذلك غادي نضيف نصف ملعقة صغيرة اسكنجبير اي الزنجبيل، وغادي نضيف الفلفل الاحمر اي التحميرة ملعقة صغيرة، وغادي نضيف ملعقة كبيرة من المايونيز. الدور ديال المايونيز اخواتي كيفتي لنا قطع ديال صدر الدجاج. كيف ما كنعرفوا المايونيز كيكون محضره بالحامض اي الليمون، كتفتي الدجاج وكتجي فتيه وما كتجيش ناشفه. وغادي نضيف ملعقه صغيره من الثوم محكوكه، حوالي 2 فصوص ديال الثوم. صافي كنخلط كلشي مزيان اخواتي. اللي ما توفرش على المايونيز اولا ما بغاش يستعملو ممكن تعوضوه بنصف حامضه اي ليمونه. كتضيفوه للتتبيله وكتشرملوا الكل وكيغطيو على القطع ديال الدجاج ديالكم. يستحسن انكم تحضروها على الاقل 1 ساعة ديال الوقت اللي عندكم. انا صراحه فقط خليتهم في هذيك التتبيله غير نصف ساعة لا اكثر. مباشره غادي نبداو نحضروا الحشوه. خديت مقلاة ديالي ووضعتها على نار متوسطه. غادي ندير كمية من الزيت النباتية، حوالي ربع كأس ديال الزيت. انا هنا عندي بصلة كبيرة مقطعة الى قطع صغيرة، درتها تقريبا بصلة كاملة. فقط احتفظت بواحد الكمية قليلة كيف ما شاهدتوا معايا. الا ما بغيتوش تضيفوا البصلة خضراء في الحشوة ديالكم كتشحروا البصلة كاملة، اولا غادي ديروا بحالي واحد الكمية قليلة اللي خليت خضراء غادي نزيدها في الحشوة في الاخير. ضفت كمية ديال الملح وقليت البصلة مزيان، يعني شحرتها مزيان حتى كيتبدل اللون ديالها وحتى كتحمر وكتبان ناضخه لها الطياب. عاد من بعد كنزيد الكميه ديال صدر الدجاج اللي شرملنا من قبل. فهنا النار كتكون عندي عاليه، يعني مرتفعه شويه باش القطع ديال الدجاج ما يطلقولناش الماء ديالهم وياخذوا لنا مده طويله في الطياب. كيف ما كتعرفوا صدر الدجاج بسرعه كيطيب وما كياخذش الوقت بزاف في الطياب، ما كنحتاجوش نخليوه فوق البوطه وهو كيطيب بزاف. كنحركو مزيان حتى كيطيب ويوجد معانا صافي حتى كينشف تماما كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحيدو من المقلاة ونوضعو في واحد الاناء زجاجي لانه هو باقي سخون. دابا غادي نضيفو باقي المكونات للحشوه ديالي. بالنسبه اي مكون ما توفرتوش عليه اخواتي ممكن تستغناو عليه. غادي نضيفو ديك الكميه ديال البصله اللي خلينا في الاول، ديك شويه ديال البصله خضراء مقطع الى قطع صغيره. وعندي كميه من الزيتون الاخضر مقطع الى قطع صغيره. ممكن نضيفو حتى الخيار المخلل لهاد الحشوه هادي. عندي كذلك كميه من الذره المعلبه اي الجاهزه. وغادي نضيف ايضا ملعقتين كبيره ديال المايونيز وملعقه كبيره ديال الكيتشوب. المهم اللي غادي تجمع لكم الحشوه. وغادي نضيفو كميه من الجبن المبشور، كميه قليله ماشي بزاف صافي. وكنخلطوا كل شيء مزيان حتى يندمج مع بعضياتهم بحال هكا. كيف ذكرت معكم اخواتي اي مكون ما كيعجبكمش اولا ما توفرتوش عليه ممكن تستغناو عليه. تقدروا تضيفوا اي مكون بغيتو نتوما اللي كيعجبكم. صافي اخواتي. بالنسبه للعجينه غادي نستبدلوها بالخبز ديال الطوست. النوع ديال هذا الخبز ديال الطوست عادي اللي كنشريوه دائما، صراحه الثمن ديالو راه مناسب. هنا خديت قطعه وكنسرحها بالدلاك كيف كتوضح لكم الصوره. كنضغط على هذاك المربع ديال الخبز حتى كيتسرح مزيان ويلقى القسم ديالو صافي. وكناخذ شي مرشم دائري وكنقطع به
وكنحيدو دوك الزوائد. حاولوا تستعملوا اي مرشم يكون كبير باش ما يخليلكمش الزوائد بزاف ديال الخبز. صافي حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله بهاد الطريقه هذه. كنبقى كنسرح بالدلاك وكنطلق مزيان حتى كيتبان لنا تسرحت شويه، وكنرشم بالرشم الدائري وكنقطع ونحيد الزوائد حتى كنساليهم كاملين على حساب الكميه اللي عندنا حنايا. ودابا غادي نحمروا ليهم القاع ديالهم شويه كيف ما غادي تشاهدوا معايا. خديت واحد المقله ووضعتها على نار متوسطه، وغادي نحمر ليهم فقط غير واحد الجهه اللي كتكون على برا، يعني خارج ديال السندويشات، يعني الداخل ديالهم ما غاديش نحمروهم، فقط كنحمروا ليهم غير واحد الجهه وحده. كنتمنى تكونوا فهمتوني اخواتي. مره كنحرك هذوك الدوائر ديال الخبز حتى كيتحمروا على هذاك الشكل. الا كان شي بلاصه ما محمراش كنضغطوا عليها شويه بيدينا باش كتحمر لينا مزيان كامله. دابا غادي نشكلهم مباشره اخواتي. غير كنحيدوا اي وحده من المقله وهي باقا سخونه بواسطه هاد الكأسين كما كتشاهدوا معايا. كنعطيوها على هاد الشكل هذا اللي كتشاهدوا معايا. من غادي تبرد غادي تبقى على هاد الشكل هذا، ولكن كنأكد عليكم اخواتي مباشره غير كتحيدوهم من المقله وهي باقا سخونه كتوضعوهم بهاد الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره. صافي هذه هي الكميه اللي عندي. كنحيدهم وكنوضعهم بحال هكا، راهم كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم كيف ما كتلاحظوا معايا. يعني كنعسوهم كنوضعوهم بهذا الشكل هذا اللي كتشاهدوا معايا في الصوره. غادي تبقى لي نحشي الساندويشات ديالي من بعد ما ساليتهم كاملين. كتشاهدوا معايا المنظر ديالهم كيفاش كيجي اخواتي. اي واحد غادي ياكلهم عندكم كنضمن لكم ان ما غاديش يعرفهم باش صايبتوهم، لان لا المذاق ديالهم كيجي بانه باين ديال الخبز ديال الطوست ولا حتى الشكل ديالهم. بالنسبه للمكونات اللي غادي نزيدوا الاخرين مع الحشوه، عندي تما الخس للتزيين باش كيعطينا منظر جميل، كيبقى اختياري على حسب الرغبه ديالكم. اما كانش كيعجبكم ممكن تستغناو عليه، ولكن الخس كيعطينا واحد المنظر زوين لهاد الخبيزات هادو. وعندي كميه من الجبن المبشور للتزيين، فانا وضعت كميه بسيطه في الحشوه وكميه متبقيه حسبت بها حتى الاخير باش نزين بها السندويشات او الفطائر ديالنا. كنوضعوا كميه ديال الخس وكنعمروا بالحشوه ديالي. بالنسبه للحشوه اخواتي انا عطيتكم اقتراح اللي كيجي لذيذ بزاف، واذا بغيتوا تستعملوا اي حشوه نتوما بغيتوها بالطون اي تونه اولا باللحم المفروم يعني الكفته، فكيبقى لكم طبعا الاختيار. بالنسبه للحشوه اللي استعملت اي حشوه بغيتو كنديروا لها الخس وكنوضعوا الحشوه حوالي 2 معالق كبار بحال هكا، وكنديروا كميه من الجبن المبشور من فوق الحشوه كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نستمر بحال هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله، كنوضعهم في طبق التقديم تشاهدوا معايا كيفاش كيجيو الشكل ديالهم. فكيكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي ديال الفطائر اولا الساندويشات. هاد الفطائر ديال اليوم جد سريعين في التحضير بدون اي مجهود اولا كثره الوقيف في الكوزينه، كيجيو لذاذين بزاف ما تشبعوش منهم وراقيين في الحطه ديالهم. كيف ما كتشاهدوا معايا شي حاجه اللي هي مختلفه غادي ينفعوكم بزاف في شهر رمضان الكريم ان شاء الله. غادي تعتمدوا عليهم بزاف، تقدروا توجدوهم حتى لاخر لحظه. الناس اللي كيكونوا خدامين ومشغولين ما عندهمش الوقت صراحه ما كياخذوش الوقت بزاف، تبقاو تحضروهم كل مره ما غادي تبغيو نتوما. فكنتمنى الاقتراح ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. ما باينينش تماما باننا محضرينهم بالخبز ديال الطوست، والحشوه كتجي لذيذه بزاف اخواتي في المذاق ديالها ولا اروع منها. صافي الاقتراح ديال اليوم كيكون انتهى. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو اخواتي، وما تنساوش كيف العاده من اللايكات ديالكم والتعاليق الجميله، وبارطاجيو مع الحباب والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. عواشركم بروكه وشكرا بزاف على مشاهده الفيديو. تلاقاو الى فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى نكون خفيف على قلوبكم ومع السلامه.